هعمل معاكم النهاردة دونر الكباب التركي أو كباب اسكندر، برغم إني ماليش في الترندات، ولكن الوصفة دي تستاهل التجربة بجد لأنها حلوة جدا، سهلة جدا وبسيطة، وطعمها حلو جدا. فتعالوا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف الفيديو بتاعنا. هستخدم النهاردة نص كيلو من اللحمة المفرومة، هضيفها في الكبة، واللحمة المفرومة تكون فيها نسبة من الدهون. ركزوا معايا قوي في المقادير. هضيف عليها بصلاية واحدة متوسطة مبشورة وهتحطيها بالمية بتاعتها، 3-4 فصوص من الثوم المفروم، حط عليها معلقه كبيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر والكزبره الجافه والزعتر، واحط ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود وربع معلقه صغيره من الكمون. ما تحاوليش تلغي اي بهار، حطيه زي ما انا حطاه كده. هجيب علبه الزبادي البلدي، هاخد نصها بس، ما تحطيش علبه الزبادي كلها. لو هتعملي كيلو من اللحمه هتحطي علبه الزبادي، نص كيلو هتحطي نصها زي ما انا عملت. معايا معلقه كبيره مفرومه من الليا، لو ما عندكيش ليا هتحطي بدلها معلقه كبيره من السمنه البلدي. هتضيفي الملح بتاعها وهتضربيها في الكبه لحد ما تنعم معاكي وتبقى بالشكل ده. لازم تنعم كويس قوي. لو ما عندكيش كبه هتفرميها بايدك، يعني هتعجنيها بايدك لحد ما تنعم وتبقى بالشكل ده. جبت ورق الزبده ودهنته من الزيت، ودهنت ايدي كده بالزيت، وهبدا ان انا افردها بايدي الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هحط عليها ورقه تانية من ورق الزبده وتكون برضو مدهونه من الزيت. وبعدين هجيب المردانه بتاعتي او النشابه او بايدك اي حاجه موجوده عندك، ابداي افردي كده اللحمه. عايزين السمك بتاع اللحمه يكون رقيق جدا، يعني بمثابه الورقه اللي انت حطاها دي. تمام، افردي على قد ما تقدري، ولو طلع زيادات بره الورقه تقدري ان انت تشيليها خالص من الجناب وتحطيها مع اللحمه المفرومه التانية. هبدا ان انا اشيل ورقه الزبده اللي من فوق. هتبداي ان انت تلفي رول كده وتفردي بايدك، تلفي وتفردي بايدك زي ما انتوا شايفين في الفيديو، لحد ما تلفي الرول كله بالشكل ده بقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى الصينيه اللي انا هخبز فيها، هحط فيها الرولات بتاعتي. انا عندي نص كيلو هنا، طلع لي 3 رولات بالشكل ده، شايفين؟ هضيف بقى معاها شويه من الخضار كده يتشووا معاها. اي خضار موجود عندك حطيه. انا حطيت قرنين فلفل حامي، طبعا الحامي اساسي عندي، وحطيت فلفل الوان والطماطم كده جبتها شلت الراس بتاعتها من فوق وفتحتها كده 4 فتحات كده من فوق، وبعدين اديت الخضار ده رشه ملح وهدخله الفرن. هدخله الفرن على درجة حرارة عالية جدا، يكون الفرن شغال من تحت بس. تمام، بعد نص التسوية بتاعتها هبدأ ان انا اشغل النار من فوق لحد ما اطلعه. هو بتاخد نص ساعة او اقل من نص ساعة كمان. هبدأ ان انا احضر سلطة الساندوتش. جبت البصل قطعته شرايح كده، بعد ما قطعته شرايح هحط عليه معلقة كبيرة او معلقتين كده من السماق، وهبدأ ان انا اتبله بالسماق الاول، اخلي البصل يتشرب من السماق كويس جدا. بعدين عندي هنا كزبره مع بقدونس قطعتهم كده وضفتهم على البصل، وطماطميه صغيره قطعتها شرايح. هضيف عليهم عصير نص ليمونه وملح وبس كده. هقلبها وهديها في الاخر معلقه كبيره من زيت الزيتون او الزيت العادي النباتي، زيت الذره، وهدخلها التلاجة تتشرب كده من طعمها شوية. تمام، جبت بقى بولة تانية، هضيف باقي نص علبة الزبادي اللي كانت معايا، وهضيف عليها معلقتين كبار من المايونيز، وهضيف عليها نص كوباية من الطحينة، وكمان هحط لها فصين كده من الثوم المفرومين وعصير نص ليمونة، وهضيف عليها ملح ومعلقة كبيرة من الخل. وبعدين هبدأ ان انا اقلبهم مع بعض واخففها بالمية. تقدري تعمليها بقى بالقوام اللي انت عايزاه، انا بحب القوام بتاعها يكون متوسط. دي سلطة الطحينة بالزبادي والمايونيز، بتبقى خطيرة جدا في الساندوتش، وهتشوفوا دلوقتي هنعملها ازاي. انا بحب كده القوام بتاعها يبقى بالشكل ده. هعمل دلوقتي الصوص الاحمر بتاع الدونر. جبت طاسه حطيتها على النار فيها معلقتين زبده ومعلقه زيت، نزلت بفصين توم كبار مفرومين ناعم، وهضيف عليها الفلفل الحار اللي هو اللي تشيلي باودر. ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه ومش بتحبي الحار ما تضيفوهوش. حطيت عليها معلقه كبيره من البابريكا شوحتهم، وهنزل بمعلقتين كبار من صلصه الطماطم المعلبه، هشوحهم وهحط معاهم نص كوبايه بس من الميه المغليه او كوبايه الا ربع كده. هقلبهم تقليبه سريعه، والصوص ده بيبقى تقيل شويه كده زي ما انتم شايفين القوام بتاعه. هضيف على الصوص ده رشه بس من الملح،
وبعدين هسيبه يغلي غلوة واحدة كده على النار ويبقى جاهز معايا. في الوقت اللي انا جهزت فيه الصوصات بتاعتي والسلطة كان الدونر خلص وطلع معايا وبقى بالشكل ده. شوفوا لي الجمال والروعة، وعايزة اقول لكم ريحته كانت خطيرة وقلب البيت بجد. اللحمة نزلت العصارة بتاعتها دي، والخضار كده اتشوى فيها واخد من طعمها. شايفين نازلة من ورق الزبدة قطعة واحدة، مش مفتتة ولا اي حاجة، ومش ماسكة في الورق، مش لازقة فيه، وطلعت معايا بالشكل ده. شوفوا لي الطراوة والجمال بتاع اللحمة، خطيرة يا جماعة، طعمها تحفة بجد، تستاهل التجربة. وانا زي ما قلت لكم مش بحب الترندات بتاعت الاكل بالذات، ولكن دي تستاهل التجربة بجد. جبت العيش بتاعي، انا مستخدمة هنا عيش شامي، استخدمي اي عيش انت تحبيه. دهنت العيش بتاعي كده بالصوص بتاع الطحينة، وحطيت شوية من السلطة، وحطيت عليها الدونر، وادي قرن الفلفل الحامي الخطير اللي احنا شاويينه، وطماطمايه، وحطيت عليه صوص الدونر كده الاحمر. وهقفل الساندوتش بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هبدأ ان انا بقى اخد الساندوتش كده احطه في العصارة بتاعت الصينية، والسعه على الطاسة او التوستر اللي انتوا عايزينه. دي ساندوتش كمان، حطينا السلطة وكمان الدونر والخضار. وهنقفل الساندوتش، وصوص الدونر ده الاحمر ما تنسوش ان انتوا تحطوه في الساندوتش. واديته كده بس تشويحة على الطاسة كده من غير اي حاجة لحد ما اخد اللون ده. شوفوا لي بقى الجمال، وشوفوا لي الالوان الجميله اللي في الساندوتش، خطير يا جماعه، بجد يستاهل التجربه. يعني انا بالنسبه لي عندي استعداد ممكن اعمله كل اسبوع مثلا او كل 5 6 ايام عادي جدا. ساندوتش طعمه حلو جدا، وبجد لو جبتوه من بره هتجيبوه غالي جدا، فانتوا اعملوه في البيت احلى بكتير. هتحطي بقى الساندوتش بتاعك كده في صوص الطحينه الخطير ده والصوص الاحمر، وتاكلي وتشبعي والف هنا. اتمنى تكون النهارده الوصفه عجبتكم، وانا بقول لكم جربوها هتعجبكم جدا، بس اهم حاجه تمشوا على المقادير مظبوطه. وكنت معاكم نور، واستنوني في فيديوهات جايه كتير، وباي باي.